السلام عليكم. اليوم عندنا بزاف ديال المواضيع. غنهضروا على عبدو الجابوني اولا عبد الاله ملحوت، صاحب الابتسامه الجميله، شاب ما شاء الله عليه، قانع بالبركه ومطبق المثال ديال كبير الكرش تفرق عليه. وغنهضروا على الذبيحه اللي تلغات في المغرب وكثر الغوات في المشرق. الدجاجه تبيض والفروج دارو تريونغل ولا ما عرفت سيركل ولا كارو. المهم موضوع الاخر عندنا الطفله ملك اللي تم الاعتقال ديالها واللي كنتعاطف معها حتى انا صراحه. بقاو معايا. عبدو الجابوني اولا عبد الاله ملحوت، شاب عشريني من مراكش، متزوج وعنده وليد الله يخليه ليه، شاب نشيط وطموح ومؤمن بالمبدا ديال كل وكل. بسبب هذا الشاب هذا المغاربه كلهم عرفوا بان السرديد كيخرج من المرصه غير ب3 دراهم، وخلى المغاربه كلهم يسولوا سؤال واحد: الا كان كيخرج ب3 دراهم علاش كنشريوه حنا بعض المرات ب30 درهم؟ وهذا الشيء اللي عرى الشناقه ديال الحوت. الشناقه اللي كيسمروا غير في المرصه كيدخلوا البحريه كيجمعوا من عندهم الحوت كامل ب3 دراهم، ومن بعد في البلاصه كيعاودوا ليه البيع والشرايه ما بين 9 حتى ل 15 درهم. يعني الرئيس مدبر فلوكه وقريمه ديال الصيد وخلص البحريه وخلص ليسونس وخلص الكاشطي، و3 ايام هو بيت في البحر يضرب فيه الندا يضرب فيه الموج يضرب فيه الملحه، مغامر بروحه وبروح اللي معاه ويركبوا الروماتيزم، وفي الاخر تشاط ليه 3 دراهم يفرقوها كاملين. وواحد اخر في باب المرصه ما هز محاط يشري الحوت ويعاود فيه البيع في ساعه المكان يربح اكثر منهم كلهم، والضربه الاخرى كتجي في المواطن. وهاد الطفيليات ديال الشناقه اللي كيديروا الفلوس على حساب جيوبنا راه ما كاينينش غير في الحوت، راه كاينين في جميع المجالات: اللحم، البيض، الدجاج، الخضره، الديسير، العقارات، وزيد. وحيت انا من السبت مزوده بالضبط في الحوت نقدر ندوي لكم على المجال اللي عندي فيه خبره. في السبت مزوده كاين اكثر من 100 فخاره اللي كيصيبوا الطواجن واللي كيفورنيو المغرب كامل والعالم كامل بالطاجين ديال السيراميك المعروف بطاجين مراكش. والضحكه الكبيره هو داك الطاجين اللي كتلقاه في كازا ب 70 ولا 80 درهم خارج من عندنا من هنا بثمن الجمله غير ب 15 درهم. وفاش كتقول لي 65 درهم ديال الفرق فينا وغادي تيقول لك لا حكا راه الترونسبور، انت مالك مقطع ليه بلاصه في 7 ايام؟ واخا تكون مركب 60 طاجين في الكارك ولا طاجين في بلاصه ما يوصلش هاد الثمن. الطمع والجشع عمل بصيره ديال الشناقه، وتشوف التدعيه هادو كيبقاو غير شنينقات صغيورين ما عمرهم يقدروا يوصلوا للشناق الاعظم. كبيرهم الذي علمهم تشنقت عزيز حشحوش. الشناق رقم 1 في المغرب، سيطر على السماء والارض والبحر والاكسجين والماء حتى هو، بقى لي غير الضوء ديال الشمس وتولي الا ما خلصتيش ما طلعش عندك الشمس. وبلا ما نهضروا على المخطط الاخضر اللي الوفي ديه ورجع بلون كاكي. ولاش تقول فهادشي السي حشحوش؟ وبعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاق المخطط يمكن نسجل بارتياح كبير أن حجم منجزاته بلغت الطموح المسطر وحققت الأهداف المنتظرة منه، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة. شكون شكار العروس؟ امها وخالتها والحزاره جارتهم كيدافع على المخطط ديالو ويدهنوا بالمسك، حيت عارف ريحته عطات واسي حشحوش. وكان الامن الغذائي كما كتقول كاع ما يستوردوا المغاربه الخرفان وفارينه وزيت العود وشله منتوجات فلاحيه عندنا فيها الخصاص. واسي حشحوش كون معنا الله يكون معاك، وانت عايش في عالم زمرده غير بوحدك، راه ملايير الدولارات اللي درتي ليها امل والمغاربه ما شافوا منك حتى شي ربح. راه غير انا اللي ما كنفهم والو كنت شديت دوك الفلوس كنت بنيت 20 محطه لتحليه مياه البحر وندوز منهم رشاشات بحال ديال الدوش للمغرب كامل، تولي الشتا ما كتحبسش ليل ونهار. ومازال شاطيه الخير باش ندير شي تيجي في من طنجه للسنغال. والحشحوش طحن ديبوت الفلوس وفي الاخر ولينا نستوردوا الخرفان من اسبانيا. وناض جلاله الملك دار مبادره ديال الدعم على الخرفان لمصلحه المواطن، وتا هي طمعتي فيها وما زقلتيهاش. واش شناق نيت. وهادشي اللي خلى صاحب الجلاله يخرج باحسن قرار في هذا العام، القرار اللي عفا فيه جيوب المغاربه من الجناوه ديال الشناقه. هذه راه ب 4200 درهم 84,000 والله كنحلف لك بيت الرحمن تا ب 84,000 باش خالص. لا لا والله ما يخصك بها هذه راه ب 84 باش خالص ليك مولاها وعاد زيد الصاير. انا هذه دابا هديه 100 حولي ب 84,000 100 حولي ب 84,000 خلاص مولاها وزيد المصروف. ودابا كنشوف فيها شحال غدير لك هذه دابا 30,000 يعطيوك فيها. لا كلشي مشامر كلشي مشامر صافي. والو هاد العام ما كاين ما تدير الشيخات. 100 حولي ب 84,000 ريال. وشحال كنتي ناوي تدقهم انت؟ والله ما يخصك الخصاص الا كنتي انت غتشريه كمواطن ب 1,084,000. وسير يا ملكنا الله يطول لك عمرك والله يشافيك في هذا النهار. وباش تعرفوا القرار كان واعر بانه كيفكر في المواطن ما اعلن القرار حتى الشناقه شطبوا السوق، حيت واخا هكا كان كيفكر في ذاك الفلاح الكساب وما كانش باغيه يضيع. وبهذا القرار اللي جا في هذا التوقيت ما ضاعش الكساب وما ضاعش حتى المشتري اللي هو المواطن المغربي، واللي كلا الضربه هو الشناق. شوف نطيحه سانك من عند سيدنا. انا بعدا من البارح اليوم ما نعستش غمض عندي ونعس ما بغاش. اودي راه 43 مليون خطيه ماشي سهله. اللهم شماتة العيد ماشي لا شماتة.
صحابي واش غادي نتعاطفوا معاهم؟ انا رحمه ما كاين غاش. المهم من بعد هذا القرار الملكي اللي جا فوقتو خرجوا لنا شي مشايخ ديال الكرتون هوك قال لك لا واحد والواد لا يجوز. وفاش نتوما قلبكم على الدين حتى لهاد الدرجه راه خاصكم تعرفوا بان كيراء الخروف حتى هو لا يجوز. ولا ما فراسكمش بان المواطنين عندكم راه غا كيكريو الخرفان. اللي ما عندوش خويا يكري خروف 50,000 عنده 300,000 فري يدخلوا للدار قدام الحومه قال انت ما ذبحتش ما يبداوش يخزروا فيك انت شغل يتيم وزوالي ويبداو يحقروا فيك. كون كانت شي دوله ما كتاكلش اللحم غير من العيد للعيد كون راه بقى فيها الحال الا ما عيدتش. اما حنا راه الكوليسترول قاس المغرب كامل. الشيخ ابو كعروره ما كيشوفش كعرورته، كتبان ليها كعرورة صاحبه. الحمد لله المغرب فيه احسن الفقهاء بشهاده المشايخ ديال العالم كامل وبمساعده الفتاوي ديالهم باش كيتخذوا هاد القرارات، وهما الحمد لله عارفين شغلهم مزيان. راه غير رمضان اللي كيتبشحوا علينا به. السعوديه غلطات في رؤيه الهلال عشرات المرات، اما نسبه الخطا عند المغرب صفر. راه الا كنتو باغيين فتاوي حنا نعطيوكم فتاوي، والا كنتو باغيين تعلموا الدين المشايخ ديال المغرب يعلموكم الدين. وبركه من التقزقيز الله يرحم الوالدين. واخر حاجه هي سؤال عندي لكم نتوما، يقول المثل الدجاجة تبيض والفروج داره تريونغل سيركل كارو. كتبوا لي الجواب في التعليقات وخلينا ندوزو الموضوع الساعه اللي داير بوم. الطفله ملاك اللي عندها 15 عام واللي مقلوبه السوشيال ميديا على قبلها، حين شدوها وحطوها في مؤسسه رعايه الطفوله كلشي كيتعاطف معاه مني انا وجبد. كيفاش ما تقدرش تتعاطف معاه وانت كتشوف هذا الوجه البريء هذا؟ وحتى اختيار الصوره كان موفق. طفله بريئه ومحبه للقطط، اكثر جوج كائنات كيوت في العالم كامل، مراهقه بريئه والقطوط. شكون اللي ما كيحبش القطوط؟ انا بعدا جوج حوايج تنحماق عليهم، القطوط وتقول اذا حاجه عاديه الناس كاملين يتعاطفوا معها. نفس التعاطف مع القتال كاميرون، عقلتوا عليه؟ واللي ما عارف شكون هو هذا كاميرون، هذا واحد الدري امريكاني سميتو كاميرون هيرن ماشي يرين. كان سايق طوموبيل مكسيري، كان كيتخيل له راسو فان ديزل فاست اند فيريوس، ودخل في واحد الام هي وبنتها وعجنهم. ام بريئه وطفله ما عندها حتى شي ذنب، عجنهم وصفتهم للسؤال عند منكر ونكير. وفي الاخر ناض العالم كله كيتعاطف معاه، قال لك باش ما يدخلش للحبس. السبب في نظركم علاش؟ حين زوين كون كان خايب كل العالم كله كيطالب بعقوبه الاعجام ضده، ولكن كلشي كان باغي يعطي براءه غير حين زوين. ولكن الحمد لله بعد القضاء والقانون ما كيمشيش بالعواطف. وهذا الشيء علاش كتلقى في بلاد الحريات بحال بلاد العمصام دري صغير ديال 11 عام وكيتضرب ليه المينوط. علاش؟ حيت مجرم. وهذا الشيء راه في امريكان بلد الحريات والديمقراطيه اللي كتبجحوا علينا بها. اذا القانون تيبقى قانون. ورغم انني كنتعاطف مع الطفله ملك الا انها كانت طرف في جريمه ابتزاز، واذا كان شي حد هنايا خاصو يتحمل المسؤوليه فهو خالها اللي استغلها في النشاطات الاجراميه ديالو، خالها اللي كان كيطلب منها توفر ليه الارقام الهاتفيه اللي كان كيستعملهم في الابتزاز. واذا كانوا الاطفال فوق القانون يقدر اي واحد يصيفط ولده يرتكب الجريمه باش يسلت منها لا هو ولا ولده. احبس بلاتي احداث كثيره اللي هي وقعات وانا كنسجل في هذا الفيديو هذا علاش كان خاصني ضروري نزيدها. والجديد هو ان ملاك طلقوها، وواخا هكاك ما كنسمع حتى شي واحد كيهضر عليها. فاش تم الاعتقال ديالها ناض كلشي كيغوت، وفاش القضاء كان رايحين بها بسبب الظروف ديالها الصحيه شفتهم ضربوا الطم. طرا هاد العدميين هادو راه غير ديال التصرفيق. وحاجه اخرى هي ان العصابه ديال جريندو قاعدين تيطيحوا واحد ورا واحد. من بعد ما جريندو نصب على واحد السيد سميتو رضا في 10,000 درهم، البوليس لقى القبض على السماسره ديالو هنايا، ومن بيناتهم واحد سميتو عبد الله اللي كان كيدير ليه المونتاج الفيديوهات ديالو. وكان جريندو كيعطي غير 2500 درهم في الشهر. يا ودي المليونير ديالي كفان. دخلت السيد معاك العصابه وخرجت لي على مستقبله على ود 2500 درهم. وسمعت ان جريندو في كندا قال لك باع دارو لمرتو بدولار واحد، وهذا الشيء غير باش القضاء الكندي ما يديرش ليه السيزي بسبب قضايا التشهير اللي رفعوا عليه المغاربه تما. وهذا الشيء كامل مازال ان شاء الله نفصلوه في شي حلقه واحده اخرى. نكملوا الفيديو. والوحيد هنا اللي كيتحمل المسؤوليه ديال ملاك هو هشام جريندو، اللي من بعد ما شبع سبان في الملك والملكيه جانا بدوك دمعوا التماسيح زعما راه الملك بقى فيه، وبدا باستراتيجيه اخرى ديال لو حق الملك في خطر. الهدف ديالو من هادشي كامل هو الشعب يخرج للشارع باي ثمن، وحنا كلنا عارفين بانه راه قبض فليسات من عند الكابرانات وعطاو هاد الميسيون هادي. وفاش حفت ليه وما وصل حتى شي نتيجه سمعوش بدا كيقول عزيز اخ النوش حتى هو يلعب دورا كبيرا ومخدم واحد الجيش ديال الصحراء باش ان الملك يبقى خارج نطاق السلطات ديالو، ما يقدر يدير حتى حاجه وما تبقاش عنده القوه انه يدير حتى حاجه، لان كيف ما كتعرفوا هو مصدر السلطات. انا راه دوزت شي ايام قسما بالله ما كنعس، وفاش درت اتصالاتي قالوا لي حتى انت خدامين على الشعوذه ديالك وبغاو يسكتوك باي طريقه. دار اتصالاته مع الخط الاخضر ديال شمهروش وقالها ليه الباشا حمو شخصيا. والمصيبه الكبيره ان المغاربه متيقين هاد السكوفاح هذا. يا ودي المغاربه الله يهديكم، كون كان هادشي كياكل الخبز كره العالم كيطور في الاف تفوسيخا والمجمر 35 ما تلقى لا سلاح لا درون، برزتك العدو كتب ليه حجاب، وكنتي غتلقى غير الشوافات اللي خدامين في وزاره الدفاع.
اي والله يدينا ويثبت ايماننا، والله يحفظ مغربنا من كاع المتربصين سواء الشنقه الفاسدين ولا الاعداء الخارجيين، والله يطول في عمر سيدنا وينجيه من كاع المكيد، حيت فريمون تيدير جهده باش يزيد بالبلاد لقدام. خاصو غير ناس وطنيين ويكونوا اوفياء يخدموا معاه ويكونوا دايرين بجنبه، وهذا ماشي معناه انهم ما كاينينش، كاينين ولكن قلال، وهذا الشيء راه صرح به جلاله الملك بفمه. مسؤولين كثار ما كيديروش الدور اللي عليهم في البلاد، من بيناتهم عزيزه خنوش. المغاربه اللي ناقصه التربيه خصنا نعاودوا ليه التربيه ديالو. كيفاش باغي تربي مغاربه ما كتعرفش كيفاش تهضر. هو صراحه ديزيد دروس واخا ما عرفش يهضر عرف يربينا حنا كمغاربه من صغيرنا لكبيرنا، كلشي عارف شكون سبب الغلا. حشحوش حشحوش اللي غلا علينا. حشحوش شكون اللي غلا عليك؟ هو اللي غلا علينا. شكون هو؟ حشحوش. والله ما كذبتي يا ود الحاجه، حشحوش نيت وحش المغاربه حب وتبن. ونهار دخل الانتخابات بديك العقليه ديال التاجر عنده، عرفت الشعب هو السلعه، الشعب اللي صوت عليك وعول عليك انك دير شويه ديال التغيير في البلاد، ساعه وليتي تبيع وتشري فيه خدمه المصالح ديالك واللي دايرين بيك، عطيناك وقتك كامل على وعسه، ساعه زدتي الشعب غا في التعاسه. حشحوش نوبتك جات للشبنطه. السلام عليكم. من نهار بديت الحمله ديالي ضد النمل الابيض اللي كيخربوا البلاد وكل مره يجيني بصبع يقول لي هذاك قاري عليك يا الجاهل. راه قاري عليا فاش عارف يبيع ويشري فيك كيبغى. ايوا قول باع. نوض على سلامتك. اسكت يا المريقي. مريقي انا ما عنديش مع المرقه، الناس اللي متبعيني من 2018 عارفيني عندي غير مع تاقولا، وتاقولا ما كتحلى غير بزيت العود اللي ولات كالعنبر بسبب المخطط الكحل، وحنا كلنا عارفين المخطط الكحل شكون حطوه، الحشحوش. بسبب هذا المخطط الكحل هذا ضرب الفلاحه في المغرب وغبر الزريعه البلديه اللي ورثناها على جدودنا، اهمها الزريعه ديال الدلاح البلدي. باقي شي واحد فيكم كياكل الدلاح البلدي اللي خلاوه جدودنا؟ ولينا الا بغينا ناكلوا الدلاح ولا اي حاجه في الفلاحه خاصنا نمشيو نتقداو الزريعه المعدله جينيا، والزريعه ديال جدودنا اللي كنتي غاديرها في الارض وتنبت غبرت ما بقاتش. اما هاد الزريعه الجديده دايره سبحان الله بحال مرقده في الملحه، وهاد التعديل الوراثي اللي داروا لها غير باش تولي تشريها من عندهم كل عام، باش ما تاخذهاش من المنتوج الفلاحي وتزرعها هي نيت. خطه جهنميه باش يسيطروا على الفلاحه ديالك. شكون اللي سهل لهم الطريق؟ الحشحوش. وهذا الشيء راه شويه من بزاف، بلا ما نهضروا لا على الافوكا ولا على الموارد المائيه اللي اصلا محتاجاها البلاد. واش فراسكم باش تنتج غير كيلو واحد ديال لافوكا كتحتاج ل 1000 اطرو ديال الماء؟ بقى تابع يا لافوكا تقول عايشين في المكسيك، وخلى القمح اللي هو المهم عند المغاربه، القمح اللي كنجيبوه بالعمله الصعبه، يعني صدقنا لا ما لا قمح العمله صعبه. ندوزو لبرنامج الدعم الاجتماعي، برنامج داروا الملك باغي يعاون به الناس البوفريه، فيها الدعم بالفلوس وتغطيه اجتماعيه وتغطيه صحيه، برنامج طوب. ونهار سمعتو قلت زكا هذه خطه مزيانه، على الاقل غيطرف على الدعم على شي وحدين اللي ما كيستاهلوش. كاينين الناس اللي لاباس عليهم وميسورين وعندهم فارم ساويين الملاير، وكل فيرمه فيها 15 بير، هاد البيار كيطلعوا الماء بالماطر ديال الغاز، والا كنتي انت كمواطن بسيط كتاخذ غير قرعه وحده ديال الغاز في الشهر، فمولاد الفيرمه كياخذ كاميو ديال البوطه في السيمانه، يعني 400 بوطه في الشهر. والا كانت الدوله كتدعمك انت غير ب 100 درهم في البوطه، فراه هاد مول الفيرمه الغندور بوشكاره دعمه الدوله ب 4 المليون للشهر. وهذا هو السبب علاش عجبني البرنامج ديال السجل الاجتماعي الموحد. ولكيفاش جاو يطبقوه على ارض الواقع ولاو تيحماقوا علينا بحال الشركات ديال لاسيرونس. لا حق انت عندك تليفون المؤشر طلع ما غاتشد ريال، عندك بيكالا المؤشر طلع ما غاتشد ريال، عندك كوكوت في الدار المؤشر طلع ما غاتشد ريال. وعلى هذا الحساب نتوما بغيتو مغاربه بحال رجل كاف يكون عايش في غار، يلاه تعطيو ديك 2 دريال. حشحوش حاجه اللي حطيتي فيها يديك كتفلس وما كتيسرش لبلادك، سبحان الله كتفكرني غير بشي وحدين. ندوزو للضريبه اللي نقصتيها غير على شي مواد استهلاكيه ديال صحابك، وداك الدعم ديال الخرفان اللي عطيتيه غير صحابك. نهار الحشحوش دار هاد الخطوه هادي قلت واخيرا الحشحوش كيفكر في المواطن المغربي وكيفكر فينا حنا كمغاربه، يعني السلعه غادي ينقص الثمن ديالها في السوق، وهكا ان شاء الله المواطن يشيط ليه شي شويه بعدا. ساعه فاش جيت نشوف لقيت ثمن السلعه غادي وكيزيد. الضريبه نقصتي منها يعني نقصتي من فلوس الصندوق ديال الدوله، والسلعه زادت في الثمن يعني نقصتي حتى من جيب المواطن. ايوا هاد الفلوس فين مشات للجيوب صحابو. طبقتي المثال ديال باك صاحبي وموصيني عليك وليتي انت هو جداهم في المعروف. اجي يا صاحبي كتبيع المصاصات ودوز لك لوزاره التعليم عطا الله فيها التلامذه، وانت اش كدير خدام في لاسورونس؟ عيانه القضيه عندكم انا عارف، عرفتي اش غدير؟ دوز شد لك قطاع الصحه راه مروجه فيه الحركه، من شهر طالع واكل نازل واكل، تحلب الدوله وتحلب حتى المواطن. وانا اللي كان كيصحاب لي بان دراكولا غير اسطوره في الاساطير الرومانيه، ساعه صدق دراكولا حقيقي وموجود عندنا في المغرب، انه الحشحوش مصاص دماء المغاربه، كيشم ريحه الفلوس كما كيشم دراكولا.
ولا الدم، وكيعرف يمصوا واخا تكون داير لهم المصلوح ولادهم تحت الزليجه. وريني شي حكومه من قبل دخلت 127 مليار ديال الدرهم، يعني 12700 مليار ديال السنتيم. وانا بعدا ما عمري كنت كنتخيل بان المغاربه عندهم 12700 مليار خاشينه غير في المخده. وشكون اللي يعرف يوصل ليها؟ الحشحوش. وهذا الشيء واش داروا على ود مصلحتك انت كمواطن؟ لا، الحاجه الوحيده اللي خلاته يدير هذه الخدمه هي يعتق راسو، حيت التسويه الضريبيه بحال داك الشومبرير باش كيعتقوا داك اللي غارق. ولا كان كيصحاب ليك غنصفقوا ليك، المغاربه كلهم عارفين بان حكومتك فاشله. الحاجه الوحيده اللي نجحتي فيها يا حشحوش هي احتكار الصفقات. فين ما كاينه شي صفقه في البلاد ربحتيها انت وصحابك، خصوصا في قطاع المحروقات. واش عباد الله من كورونا بدا الاسعار ديال المحروقات في العالم كامل كينزلوا الا عندنا في المغرب. ليسونس طالع، البازوت طالع، حتى الكيروسين ديال الطيارات طالع. وزايد همتيني مع المطارات ديال المغرب كاملين باش يوليو يشريو عندك غانتا. عمركم سمعتوا ديك الكلمه ديال الا لقى الهوى يبيعوا لك غيبيعوا لك؟ ايوا راه ولات بصح نيت، حيت هو اللي مسيري مع السبيطارات كاملين باش يبيع لهم الاكسجين وبالثمن اللي بغى، يعني احتكار النيت. حيت هادشي كله حاط عليه يديك وجمعوا لعندك بحال زايز بلا ما تسوق لدموع المغاربه. الحاجه الوحيده اللي همك هي جيبك. اما المسرحيه اللي درتي ديال محطه تصفيه المياه البحر في كازا فرا تستاهل عليها الاوسكار، حيت الصفقه كنتي عارفها ديالك، ولكن باش تبين شويه ديال المصداقيه والنزاهه جبتي شويه ديال الكومبارس يمثلوا دور المنافسه. تمثيليه متقونه صح، فكرتني غير بالانتخابات ديال الجزائر. وفي الاخر الصفقه داتها الشركه ديالك افريقيا غاز. وكما قال الدكتور جلال، زواج سلطه المال بالسلطه السياسيه هو اخطر انواع الفساد في اي مجتمع، حيت استغليتي السلطه السياسيه اللي تمحات لك غير باش تخدم المصالح الاقتصاديه ديالك، ماشي باش تخدم المغاربه والوطن. يعني سياستك فاشله. وهادشي كامل اللي قلت راه شويه من بزاف. انا دابا ندخلوا للمسقي. 8 شتنبر 2023، التاريخ اللي ما عمري ننساه، وبالضبط مع 11:08 ديال الليل. كنت جالس بامان الله كنشرب قهوتي وكنهضر مع المدير في فرنسا، حتى بدات كتفيبري الارض وقدام عينيا شفت عظمه الخالق. النهار اللي كتب لي فيه عمر جديد واللي ماتوا فيه ابناء المنطقه ديالي بالالاف، نسال الله لهم الرحمه في النهار. النهار اللي عرفت فيه مدى التكافل ديال المغاربه والتآزر ديالهم، وقفوا كاملين معنا الله يعطيهم الخير، اللي عنده يعطي واللي ما عندوش يعطي. من اعلى هرم السلطه صاحب الجلاله الله يشفيه، لابسط مواطن جايب نص خنشه ديال الدقيق على بشكليط، كل شيء تضامن معنا الا حشحوش. كان مفروض عليه انه يقوم بزياره لابناء المنطقه، خصوصا انهم هم اكثر ناس دعموه في الحمله الانتخابيه ديالو. زياره انسانيه في 24 ساعه الاولى، ماشي حتى تدوز 15 يوم والزياره تولي عندها ابعاد سياسيه. وسيدنا الله ينصرو حط برامج كثار لفائده الساكنه ديال الحوز، وصل لها ميزانيه ديال 12000 مليار، يعني 12 مليار دولار. واهم واحد فيها هو وكاله تنميه الاطلس الكبير. والهدف من هذه البرامج هذو هو ان الحوز يتبنى كامل، الديور للناس اللي تضرروا في الزلزال، البنيه التحتيه، الطرقه، القناطر، السبيطارات، المدارس، وكاع المرافق اللي كيحتاجوها الناس اللي في الجبال، يعني فك العزله علينا. ولكن صاحب الجلال عطى الامر، واش كاين اللي ينفذ؟ الحشحوش ما على بالوش. الحاجه الوحيده اللي كتستحق الانقاذ عند الحشحوش هي الثروه ديالو. داكشي علاش من ورا الزلزال الحاجه الوحيده اللي شغلت ليه البال هي القصر ديالو في سيدي عبد الله الغيات، ولسان حاله هي يقول تفوت غا قصري وتجي فين بغات. اما الحوز راه خلاه لصاحبه وعينه كمدير وكاله تنميه الاطلس الكبير، والضحكه الكبيره هي صاحبه ما عمره حط رجليه في الحوز. في عهد الحكومه ديال الحشحوش اول مره البطاله كتوصل ل 21%. في عهد الحكومه ديال الحشحوش اول مره الشباب المغربي كيفكر يهرب هروب جماعي. وفي عهد الحكومه ديال الحشحوش 41000 شركه اعلنت الافلاس ديالها. في عهد الحكومه ديال الحشحوش جوج الحوايج اللي تزادوا، الزلط في جيوب المغاربه والثروه في حسابات الحشحوش. الثروه اللي طلعت وتزادت ل 1.6 مليار دولار، وهادشي راه قالته مجله فوربيس ماشي انا. يعني السيد جمع 1600 مليار مغربيه، كما سمعتي 1600 مليار مغربيه جمعها على ظهر المغاربه. المهم هو وعدنا باش يربينا، وراه صراحه ربانا. انا بعدا تربيت، وانتم اخوتي اللي باقي ما ترباش يمشي يعاود يصوت عليه.